بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا جماعه هنتكلم مع بعض شويه كلام كده بسيط عن السكشن الاول فيسيولوجي. هو السكشن سهل ومش فيه اي حاجه، هنعرف فيه ايه هو صوت القلب ونسمعه ازاي. بعد كده هنعرف ازاي نقيس الضغط. ماشي كده؟ طيب بسم الله. اول حاجه بيقول لك ايه هو صوت القلب اصلا. القلب عنده صوتين، حلو كده. دقه القلب عامله ازاي؟ عامله اللي هي صوت لب ضب لب ضب. ايه الصوتين دول؟ قال لك اول صوت ده اللي هو اللب ده صوت ناتج عن قفل الاتريو فنتريكولار فالفات، اللي هم بص اهو قفل ناتج عن ايه؟ قفل الاتريو فنتريكولار فالفز. اما تاني صوت ناتج عن قفل السيميليونر فالفز. ايه الفرق بينهم؟ المفروض انك عارف ان الاتريو فنتريكولار دول هم الفالفات اللي ما بين الرايت اتريوم ومثلا الرايت فنتريكل، والليفت اتريوم والليفت فنتريكل. ما بينهم ايه؟ ما بينهم في كده مايترال فالف وترايكاسبيد فالف. دول اقفلهم امتى؟ اقفلهم والهارت بينقبض، قصدي يعني الفنتريكل نفسه بيكون بينقبض. فليه بينقبض؟ ليه؟ عشان يضخ الدم في الاورطه مثلا لو كان ليفت، او لو بالمونر لو كان رايت. ماشي كده؟ طيب، فعلشان الفنتريكل اضمن ان هو يضخ الدم والدم الكله يروح للاورطه، فانا هقفل الصمام ده اللي هو الميترال ده. ونفس الكلام الناحيه الثانيه، عشان اضمن الدم كله يروح للبلمونري ارتري، اقفل مين؟ اقفل ترايكاسبيد فالف. فنفس الفكره هنا اهي، احنا عملنا ايه؟ قفلنا الميترال فالف والترايكاسبيد فالف اللي هم اسمهم ايه؟ اتريو، ما بين الاتريوم والفنتريكل، اتريو فنتريكولار فالفات. طيب امال تاني صوت؟ لا، قفلنا العكس، قفلنا البلمونري وقفلنا الاورطه. ماشي كده؟ دول اقفلهم بقى امتى؟ اقفلهم والفنتريكل ده بيملى ازاي يعني؟ وهو كده بينبسط ويسحب الدم من الاتريوم. فلازم اقفل الصمامات دي. ليه؟ ما هو بيسحب الدم بيتملي بالدم، فممكن حبه دم يفوتوا يروحوا فين؟ يعدوا في الاورطه. فلو عدى حبه دم في الاورطه هيروحوا بضغط قليل جدا، فممكن مش يوصلوا اصلا لحد رجلك. ماشي كده؟ فالفكره بقى هنا ان انا بعمل ايه؟ ان الهارت هنا بيقفل الصمامات اللي هي السيميليونر اللي هم الاورطه والبلمونري في حاله ايه؟ في حاله سحب الفنتريكل او في حاله امتلاء الفنتريكل. يعني في انهي حاله من الكاردياك سايكل؟ عذرا، فاني حاله من الكاردياك سايكل؟ قال لك في حاله الايزومتريك ريلاكسيشن فيز، والقلب بيريح والفنتريكل بيملى. امال امتى بسمع اول صوت والفنتريكل بينقبض؟ في حاله ايه؟ الايزومتريك كونتراكشن فيز واول جزء من الانجكشن فيز. لو انت مش مجمع الايزومتريك ريلاكسيشن والكونتراكشن دول كانوا اتشرحوا في محاضره الكاردياك سايكل، فوتها انت بقى، كروتها، انتهى دلوقتي نفض لها. اعرف بس ان اول صوت ده الهارت بينقبض فيه، فاسمعه امتى؟ في الكونتراكشن والاول الايجكشن. اما تاني صوت بسمعه امتى والقلب مريح وهو بينبسط؟ اسمعه فين؟ في الريلاكسيشن فيز. ماشي كده؟ طيب، قال لك اول صوت ده بيكون لو بيتشد ساوند، اللي هو اللب ده اهو. الصوت ده كده ماله لو بيتشد ساوند. يعني ايه لو بيتشد ساوند؟ بص، صوت الراجل بيكون لو بيتش. يعني ايه لو بيتش ساوند؟ اللي هو بتلاقيه كده خشن، ده لو بيتشد ساوند. اما هاي بيتش ده صوت البنت، بيكون صوت مسرسع، هاي بيتشد ساوند. ماشي كده؟ فقال لك صوت اول صوت ده بيكون لو بيتشد حوالي 60 هرتز كقياس يعني، يبقى اسمه ايه؟ لو بيتشد ساوند. حوالي قد كام هرتز؟ 60 هرتز. اما تاني صوت لا، ده هاي بيتشد. كام هرتز؟ 100 هرتز. ماشي كده؟ طيب، من حيث المده خدها ايه كسكيمه كده، ان اللو بيتشد هو اللونجر. ماشي اهو، حرف ال حرف ال. اللو بيتشد هو ايه؟ هو اللونجر ديوريشن. قد ايه بقى؟ 16 من 100 سكند. واحفظ الرقم 16 من 100 سكند. اما 1 من 10 سكند ده الشورت. ده ايه؟ ده الصوت اللي هو الضب، ده اللي هو اسمه ضب اهو. ده طب ماشي، ده صوت اللي هو مين؟ السكند ساوند او السكند هارت ساوند. ماشي كده؟ طيب، زي ما قلنا بقى، انا عايز اسمع الصوت الاول، هسمعه فين؟ عند الصمامات الاتريوفنتريكال اللي هم فين يعني؟ قالك عند الميترال اريا. هات القلم. عند الميترال اريا وعند الترايكاسبيد اريا. طب اسمع التاني فين؟ عند الاورتيك اريا وعند بالمونري اريا. ماشي كده؟ يبقى فهمنا الصوتين ناتجين عن ايه، فهمنا اسمعهم ازاي، فهمنا هم اصلا يعني بينتجوا ليه. ماشي كده؟ وعرفنا مواصفات كل صوت فيهم. ماشي كده؟ اصلا يعني الحته اصلا دي مش فيها حاجه، سهله جدا. ماشي كده؟ وصلنا السكشن كله سهل. المهم يعني نكمل. لا نكمل، مش نخرج، نكمل. يا الله. ايوه، بص يا سيدي، يلا. بيقول لك بقى ان لو في عندك مشكله مثلا في الصمامات، مشكله في الصمامات فالفولار ديزيز، ده بينتج عنه صوت مختلف او صوت غريب، اسمه ايه؟ اسمه مارمرز. ماشي كده؟ طيب، بعد كده ازاي بقى اسمع صوت الهارت؟ قال لك عن طريق السماعه الطبيه دي اللي هي اسمها ايه؟ اسمها ستيتوسكوب اهي، ستيتوسكوب. طيب هي عباره عن ايه؟ عباره عن اتنين حاجه اسمها اي بيس او معلش اير بيس، اير بيس. ماشي كده؟ دي قال لك must be fitted to the auditory meatus، يعني حطها كويس في الاوديتوري ميتس اللي هي ودانك يعني. بص، الودن عباره عن ايه؟ ماسوره كده واخرها حته الودن دي، شايفها؟ اهي الماسوره دي اسمها ايه؟ اسمها اوديتوري ميتس. فلازم تحطها كويس هنا كده. ماشي كده؟ في الاوديتوري ميتس دي. المهم يعني قصدي يعني ايه؟ دخل السماعه كويس في ودانك. وبعد كده اهم حته بقى دي، ان هي عباره عن ايه؟ عباره عن حته اسمها بيل. يعني بص، شايف دي كده؟ حته اسمها بيل وحته اسمها دافرام، دافرام تحت وبيل فوق. قال لك البيل ده بسمع بيه اصوات معينه اللي هي اسمها اللو بيتشد ساوند. مين اللو بيتشد ساوند؟
يعني كده اسمع بيها مين؟ قال لك اسمع بيها المايترال والترايكاسبيد. امال الثانيه اللي هي الدايفرام الناحيه الثانيه، لا اسمع بيها الهاي بيتش ساوند اللي هم ايه؟ اللي هم بالمونري واورطه. ماشي كده؟ طب ما تيجي نشوف الكلام ده. قال لك اهو. طيب انت عايز دلوقتي تسمع صوت القلب، خلاص عندك 4 مناطق: منطقه المايترال ومنطقه الترايكاسبيد، منطقه البلمونري ومنطقه الاورطه. وكل منطقه هسمعها في مكان معين. بس ركز في حاجه، ان في عندك صوتين هم لو بيتش ساوند، في عندك صوتين غيرهم هم هاي بيتش ساوند. انهي كده وانهي كده؟ افتكر ان اللو بيتش ساوند هم اللونجر، هم مين؟ هم الترايكاسبيد والمايترال. خلاص كده؟ طيب اما الهاي بيتش ساوند لا، دول اورتيك وبلمونري. ماشي كده؟ بسمعهم بايه؟ بسمعهم بالدايفرام. ماشي كده؟ طيب فقال لك اهو دلوقتي انا محتاج اسمع صوت المايترال اهو والترايكاسبيد اهو. هسمعهم ازاي؟ قال لك المايترال موجود فين؟ موجود، احفظ رقم كويس، في الفيفث انتركوستال سبيس او الفيفث سبيس، اللي هي يعني ايه؟ المسافه اللي تحت 5 ضلع اسمها الفيفث سبيس او فيفث انتركوستال سبيس. ماشي كده؟ طب فين بالظبط؟ من المسافه عن اول الاسترنم لحد العمود الفقري. منين بالظبط؟ قال لك فين بالظبط فيها يعني؟ قال لك بص، روح كده عند الكلافيكل في نصها، انزل بخط عند حته اسمها الميد كلافيكولار لاين اهو، ميد كلافيكولار لاين في الفيفث سبيس. هتلاقي عندك ايه؟ خرجت بنقطه، النقطه دي هي بتاعت نقطه المايترال اريا، تسمع فيها المايترال فالف كويس جدا. ماشي كده؟ طيب امال اسمع ازاي ترايكاسبيد فالف؟ جنبه بس عند اللور اريا اوف ايه؟ اوف الاسترنم. يعني بص كده هو اهو اللور بارت اوف الاسترنم. ماشي كده؟ يبقى عندي اول صوتين هسمعهم، او اول صوت بقى اسمعه ازاي؟ قال لك هو منطقتين، مايترال وترايكاسبيد. هسمع المايترال ازاي؟ قال لك هو عند الفيفث انتركوستال سبيس عند الميد كلافيكولار لاين. ماشي كده اهو، فيفث فين القلم كده اهي، فيفث انتركوستال او فيفث سبيس عند الميد كلافيكولار لاين. خلاص كده؟ امال الترايكاسبيد لا، تحت في الاسترنم اهو، تحت في الاسترنم. ماشي كده؟ طيب ركز في حاجه بقى، الفنتريك مثلا اهو، حلو، المفروض ان الاورطه بيخرج هنا، فاسمعه فين؟ هسمعه هنا. بالمونة نفس الكلام، بيخرج هنا كده. ماشي اهو، فاسمعه هنا. يعني هتلاقيها معكوسه، اقصد اقول لك ايه؟ هتلاقي ناحيه اليمين اورتك، ناحيه الشمال بالمونري. تقول لي انت انتح ولا صاحبي ولا ايه؟ اقول لك لا، ما احنا في الجسم بنعكس. يعني عايز تعرف فين اليمين؟ سلم عليه، هتلاقي نفسك تنتن اهو ناحيه اليمين بس. فده ناحيه اليمين اورطه. ماشي كده؟ فاقول لك ان الاورطه، ولاحظ كمان حاجه، لاحظ ان الاثنين موجودين فين؟ في السكند انتركوستال سبيس. فاقول لك ان الاثنين موجودين اهو في السكند سبيس، بس الاورطه ناحيه اليمين، اما البلمونري ناحيه فين؟ ناحيه الشمال. بس يا سيدي. واهم حاجه، اهم حاجه، بسمع مايترال واسمع ترايكاسبيد بايه؟ بالبل. اشمعنى؟ عشان دول لو بيتش ساوند. امال الهاي بيتش ساوند اسمعهم بالدايفرام اللي هم بالمونري واورطه. ماشي كده؟ بكده نكون خلصنا اول جزئيه من السكشن. اهم ما فيها ايه؟ تعرف لي اماكن كل حته في دول. يعني مثلا مايترال فيفث انتركوستال عند ميكروفيكولار لاين، الترايكاسبيد بيكون فين؟ لا، اللور بارت اوف ستيرنم. اما البلمونري هيكون فين؟ هيكون هو والاورطه الاثنين في السكند سبيس، بس واحد يمين وواحد شمال. مين يمين من شمال؟ اعكس، الاورطه هيكون يمين والبلمونري هيكون شمال. وقلنا مكونات السماعه قلناها، واهم حاجه تعرف لي قلنا سكيما اللي هي ايه؟ لو بيتش بيكون لونجر ال، اما الهاي بيتش بيكون شورتر. ماشي كده؟ وطبعا انت لو فاهمها كل الجدول ده اللي جاب معاك بسهوله جدا، الا بس حته اللي هي ايه؟ لو بيتش وهاي بيتش ورقم الديوريشن يعني. ماشي كده؟ بس كده خلصنا نص السكشن. حسيت بحاجه ولا اي حاجه؟ خش لي بقى على سكشن ازاي اقيس الضغط وازاي احسه. نيجي بقى على ازاي تحس الراديال بالس. بص يا سيدي، انا عشان احس ضغط القلب او نبض القلب مش لازم اروح اي عيان اقوم جايب ايدي واحطها على قلبه. مش ممكن ما اعرفش. ممكن الاسهل ان اعمل ايه؟ في اي ارتري معدي في اي حته من الجسم، بس شرط ليه كذا شرط. اما ان الارتري ده يكون ارتري كبير واعرف ان انا احسه بسهوله، زي مثلا ايه؟ وانت قاعد كده حاليا بصباعك كده او بصباعين حطهم، بص عارف كده زورك من النص، حلو. لا خش بقى يمين سنه جنب القصبه كده وجنب يعني بين القصبه وبين العضله في النص كده، اغرز بينهم كده بس بالراحه. تحس النبض احسه يمين وشمال عادي جدا. فاهمني؟ انت كده حسيت مين؟ حسيت الكاروتيد ارتري، ده ارتري ضخم. طيب افرض انا عايز احس ارتري مش ضخم. قال لك شرط ان احس الارتري لازم بزنقه على عظمه. مش فاهم يعني؟ الشريان ده لازم يكون معدي على عظمه، ويكون كمان سوبرفيشال ليا، يعني يكون سكن الارتري ورا عظمه، فاعرف احسه ساعتها. قال لك الحوار ده بيحصل فين؟ في الراديال ارتري اهو، بص هو هنا كده. ماشي كده يا سيدي؟ بعمل ايه بكل بساطه؟ باجي بالثلاث صوابع اللي في النص، السبابه والوسطى والخنصر، اقوم جاي اعمل ايه؟ زاني بيهم الارتري ده. طيب انت مش ما غالبا ما قالش عندك بتعمل ازاي، بس بص بتعمل ايه. انت عندك الصباع، بص بقى كده، شيل ده كده عندك يا سيدي، ده السبابه، الوسطى، الخنصر. بالصباع الديستال، الصباع البعيد ده، بعمل بيه ايه؟ بضغط بيه جامد، اقفل بيه الارتري، اقفله خالص، حلو.
والصباع الخنصر يبقى البنصر ده بعمل فيه ايه؟ بضغط بيه نص قفله، يبقى الصباع اللي في الاخر ده بقفل بيه خالص، اما ده نص قفله، واللي في النص بحس بيه النبض. ماشي كده. ولازم بلف الايد من ورا، يعني فاهم، ما اروحلهاش من قدام، لا، لو تلاحظ ان ايد الشخص اللي بيفحص ده او بيقيس له الضغط جاي من ورا، هي فاهم، جاي لفه من ورا مش من قدام. ماشي كده. طيب بس ده كل الفكره يا سيدي. ابتدى الكلام بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك اول حاجه تعريف انك تحس يعني نبض او كده. قال لك والله هو ويف من الكونتراكشن، ماشي، بتنتشر على طول الوول بتاع البلاد فيزل. ماشي، يعني هو ايه الفكره في ايه؟ ان الفنتركل بينقبض، حته فيزياء بقى، فاهم، حته فيزياء كده، فايه، فالانقباضه دي بتحس بيها انت في كل حته، في كل ارتري يعني. ماشي كده. زي مثلا فكره ايه؟ انك لو مثلا هي شبه انك لو جيت ايه، كتمت ودانك كده مثلا، حلو، واتكلمت وانت في بقك لجوه، تسمع الصوت، صح؟ حاجه زي كده، فاهم يعني، اللي هو ايه، الموجات بتنطلق يعني وبتنتشر وكده، يعني هو حوار فيزياء ما انا احنا بيه خالص، بس المهم يعني افهم مني ايه، افهم مني ان هي موجات بتنتشر، جايه منين؟ جايه من الفنتريكال كونتراكشن بس. بنحس احنا بيها فين؟ بنحس بيها في اي وول، اي بلاد فيزل، او يعني بالتحديد هو ارتر يعني. ماشي كده. طيب الطريقه، قال لك والله انك بتبلبيت، يعني بتحس بتبلبيت اللور بارت من الريديال ارتري. احنا قلنا بنحس مين؟ الريديال ارتري، فهو ده بنحس انهي حته منه؟ قال لك اللور بارت منه، بنبلبيته كده، نبلبيت اللور بارت من الريديال ارتري. بس يا سيدي. ولكن مش اي حته، ده اللور بارت ده بيكون ايه؟ بيكون يعني على اللور بارت بتاع الراديوس، حلو، عشان الارتري هناك بيكون سبكوتينيوس. ما انت عندك الارتري ده جاي من اول تقريبا حته اللي هي الكوع، وظهر هنا بس سوبرفيشال او سبكوتينيوس، فالمنطقه دي اعرف احسه فيها. قلت لك ليه؟ لان لازم عشان احس الارتري يكون سكين تحته الارتري تحته عظمه، بس كده. فهو هنا جه سوبرفيشال او جه سبكوتينيوس، فحسيته كويس. يبقى انهي ارتري؟ الراديال ارتري. فين؟ في اللور بارت، اللور بارت بتاعه فين برضو؟ في اللور بارت من الراديوس. ليه؟ عشان كان سبكوتينيوس هناك. بعمل ايه؟ بجيب بالايد بتاعتي كده، وبالحته اللي هي اسمها دي الطراطيف الصوابع، اسمها ايه؟ التيرمينال فالانجيز، اخر الصوابع، التيرمينال فالانجيز بتوع ايه؟ بتوع الميدل 3 فينجرز، اللي هم اندكس وميدل فينجر والرينج فينجر. اندكس اللي هو السبابه، ميدل اللي هو الوسطى، الرينج اللي هو الصباع الخاتم اللي هو البنصر يعني. ماشي كده. طيب بعمل ايه؟ قال لك انا بحس كذا حاجه. زي ايه مثلا؟ قال لك ممكن ان انا احس معدل ضربات القلب، بمعنى تلاقي الدكتور كده جاي مثلا بيسلم على واحد، يروح جاي ماسك الارتري كده وبص في الساعه، هو بيعمل ايه؟ بيعد كام نبضه هو حسها في 15 ثانيه، بعد كده اضرب في 4، يبقى كده هو حس كام نبضه في الدقيقه. حلو كده. طيب الطبيعي قد ايه؟ قال لك الطبيعي ان مثلا اللي هو الريت بتاع النبض بتاعك يكون من 60 ل 90 بير مينيت، طبيعي النبض اهو. ماشي كده. طيب قال لك الريزم، ايه الريزم؟ مش فاهم، يعني يعرف القلب بتاعه يعني ريجولار irregular، مش فاهم. قال لك يعني الشخص ده لو طبيعي زينا كده، المفروض القلب بيضخ بيت معين، اللي هو ايه مثلا؟ كده هو مثلا عامل لك الصوت ده، عامل لك الصوت، نجرب نعمل الصوت كده، ده كده ريجولار. خلاص. طيب ايه بقى الirregular كده اهو؟ تحس ان هو ايه يعني؟ نبضه، 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 وهكذا، فاهم اللي هو ايه يعني؟ مش منتظم. فالشخص ده عنده مشكله، ويعني ايه مشكله كبيره جدا، فلازم نلحقه حالا. ماشي كده يا معلم كده. طيب فانت من الحطه دي بتاعتك بتحس النبض يا باشا منتظم ولا مش منتظم، وايه الدنيا؟ خلاص كده. طيب هو عندك ذكر ان هو ريجولار، ريجولار بس. ماشي كده يا سيدي. طيب ايه تاني؟ قال لك برضو ممكن احس حاله الارتيريال وول. ازاي يعني؟ قال لك بص، احنا بنعمل ايه؟ حاطين صوابعنا على ايه؟ على الارتري، نعمل حاجه اسمها رولينج، يعني زي ايه، ندعكه كده، فاهم، نعمل له رول، كان رولو. لو انت جيت ترول الارتري وحسيته عامل زي الحبل، الشخص ده عنده اثيروسكليروزس، بقى كورد لايك في الارتري. تاني، لو انت عملت رولينج للارتري ده كده، عملت له رولينج، رليته كده في مكانه، تحس ان هو عامل زي الحبل. بس في انهي شخص؟ الشخص اللي عنده اثيروسكليروزس بس. ماشي كده. تمام. بس كده حتى اين الكلام صار مش في اي حاجه. عرفنا ازاي نعرف الريت، ازاي نعرف الريزم، ازاي نعرف الكونديشن في الارتيريال وول. طيب لو جالك سؤال هنا يقول لك ايه مثلا؟ يقول لك قول الساينيفيكانس بتاعت الراديال بالس مثلا، واعتقد السؤال ده كان جالنا تقريبا. ماشي كده. تقوم انت قايل له ايه؟ الريت، الريزم، الفورس، الكونديشن، وتعرف بقى، قال لك اشرح ما قالكش اشرح. ماشي كده. طيب نيجي على اخر حاجه، غالبا ده القوه. بيقول لك بقى ايه؟ الفورس هي الاكسترنال بريشر اللي محتاج علشان تاوكلود البلاد فلو كومبليتلي. ماشي كده. يعني ايه؟ قال لك ان الفورس دي هو الضغط الخارجي انت محتاجه عشان انت تقفل الارتري خالص، تاوكلود البلاد فلو كومبليتلي. يعني مش فاهم يعني ايه يعني. يعني مثلا بقول لك ان ايه،
انا عشان اقيس الضغط بعمل ايه؟ بجيب الكف اربطها على ايد العيان، حلو، وافضل اضغط 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 لحد اما ايه، ما اسمعش او ما احسش نبض. اهي القوه دي بقى اللي انا عملتها دي الفورس اللي قصدي عليها هنا، اللي هو ايه الفورس اللي انا بعملها بايدي او بصباعي بقى، بحيث ان انا اما اعملها ما احسش نبض خالص، او يعني كومبليتلي اقفل الارتري ده. ماشي كده. طيب بتستها ازاي؟ قال لك بيضغط بالبروكسيمال فينجر عشان تقفل الارتري ده، خلاص كده، لحد ما مين يحس الميدل فينجر. ماشي، ما انت تعمل ايه؟ هو بس يعني هنا شرحها لك يعني ايه، بطريقه اللي هو سطحيه جدا، بس انا بقول لك الفكره بتتعمل ازاي. بقول لك ان الاندكس ده بيقفل قفل كامل، اللي هو الرينج فينجر نص قفله، اما الميدل فينجر لا بيقفل، بيحس ده اللي بيحس. ماشي كيف؟ قال لك اهو، قال لك انت تعمل ايه؟ قال لك بالبروكسيمال فينجر اللي هو ده كده. هو في قال لك ايه البروكسيمال فينجر؟ غالبا دخلت سطر في سطر ولا ايه؟ لا انا شايف صح، شايف صح اه. بتعمل ايه؟ قال لك والله بالبروكسيمال فينجر انت بتوكلود الارتري لحد مين يحس الميدل فينجر بس. طيب قال لك كده اللي بيحصل، قال لك اهو انت بتindicate كده السيستول بلاد بريشر، وبريسكرايب ات هو ويك ولا بيج. ماشي كده يعني ايه؟ ما هو انت برضه كدكتور المفروض انك اما تكبر بقى ان شاء الله انت تعرف ايه، مجرد ما تمسك ايدي انت تعرف النبض بتاعه قوي ولا ضعيف، النبض ده عامل ازاي، منتظم ولا مش منتظم، كل الكلام ده. فقوي ولا ضعيف امتى؟ انت عرفت الضغط عامله ازاي. طب ثانيه واحده، هو اشمعنى قال هنا السيستول بس مالش الدايستول يا راجل؟ ما هو انت عندك ايه الدايستول ده؟ سحبه القلب، واخد بالك؟ النبض بتاعت الدايستول دي هي نبضه سحبه القلب، واخد بالك؟ انت نبضه الاتريوم يعني من الاخر. فانا مش هحس بيها قوي. احسها امتى؟ دي بتعمل بالسماعه. يعني انا بالسماعه اجيب الستول الدايستول، اما بالايدي بس كده لا اجيب السيستول بس. ماشي يا معلم كده؟ طيب يبقى اهم حاجه قلت لك هنا ايه، انك بتست الحوار ده بالبروكسيمال فينجر، بتقفل الارتري خالص، واحس بمين؟ احس بميدل فينجر. خلاص كده. طيب بانديكيت بالحركه دي مين، او بحدد بيها مين؟ بحدد بيها اسيستوليك بلاد بريشر، واوصفه بقى هو ضعيف لا ده قوي بتاع كل الكلام ده. معلومه ليك كده يعني في الاخر، ان الضغط او النبض يعني بيقوى، يبقى قوي جدا عند اي شخص مثلا الشخص اللي حجم دمه قليل. فكر انت بقى زي مثلا انيميا، ماشي، كل الكلام ده بقى ماشي. بس ده كان ده كان بالنسبه لايه، ازاي احدد او اعمل الراديال بالسيشن. ماشي كده. بس نخش بقى على قياس الضغط، وهو الامتع والاحسن وكل الكلام ده. نيجي بقى على عملية قياس الضغط. قال لك في البداية أحب أعرفك يعني إيه أصلا arterial blood pressure ABB. قال لك والله ده الضغط الواقع على الارتري، فقال لك هو اللاترال بريشر الواقع على الارتيريال وول. حلو، وبعدين هقول لك بقى حاجه اسمها سيستوليك وحاجه اسمها دايستوليك. ضغط الدم الانقباضي والانبساطي. الانقباضي هو سيستوليك، هو الرقم اللي يكون فوق اللي هو ايه مثلا ايه 120 على 80. 120 دي ده سيستوليك. فقال لك ايه ده الماكسيمم بريشر اللي ممكن يوصل له الارتري ديورنج السيستول. حلو. قال لك هو قيمته تتراوح من كام لكام؟ قال لك من 90 ل 150، بس المثالي والطبيعي 120 على 80. طبعا بيختلف حسب الطول، حسب الوزن، حسب كل الكلام ده. ماشي كده. طيب الدايستول قال لك لا ده بقى المينيمال بريشر اللي يوصل له قبل الفنتريكولار ايجكشن. يعني المينيمال بريشر اللي ممكن يوصل له الارتري ده قبل الفنتريكولار ايه ايجكشن. طب ده قد ايه؟ قال لك ده الطبيعي بتاعه 80. احنا عارفين حافظينها كانت بدائيه 120 80 ضغط. طيب رينج قد ايه؟ قال لك من 60 ل 90. يبقى انت عشان تفتكرها خدها هي من 60 ل 90 ده كده ايه الدايستوليك. ام 90 دي كام منها؟ من 90 ل 150 ده كاسيستوليك. ماشي كده. بس الطبيعي انت كده عارفها اللي هي كام 120 على 80. لو عايز تعرفها فاستوليك ايه هو سيستوليك؟ هو اكتر ضغط دم هيوصل له الارتري اثناء ايه اثناء سيستول. اما الدايستوليك هو اقل ضغط او اقل بريشر هيحس بيه الارتري قبل ايه قبل الفنتريكولار ايجكشن. ماشي كده، قبل الضغط اللي بعدها يعني. فاهمني يعني ايه؟ بيقول لك انت ستول ضغط دم انبساطي، فالدم يعني امتى القلب بينبسط؟ قبل ما يضخ الدم. ده معنى كلام كده. بيقول لك يعني بيقول لك ان هو ايه، بيقول لك ان هو اقل ضغط ممكن تحسه قبل ما الفنتريكل ينقبض. بس يعني هو ايه في الانبساط يعني، ما علينا يعني. المهم نخش على الماتيريالز. ازاي اقيس الضغط او اقيسه بايه الاول؟ قال لك هتقيسه اول حاجه معاك السماعه اللي هي 2 دي ستيثوسكوب. ماشي كده. طيب اما واحد معايا مين؟ حاجه اسمها السفيجمو مانو ميتر. اسم الجهاز بتاع الضغط اسمه ايه؟ سفيجمو مانو ميتر. الاسم مهم جدا خد بالك. طيب قال لك هي اداه وبتاع وبنقيس بيها الضغط قياس روتيني مش عارف ايه. هي عباره عن ايه؟ قال لك الكف دي، الكف دي هي عباره عن حاجه اسمها رابر باج بنغطي بيها الدراع بتاع الراجل. خلاص كده. طب وبعدين قال لك هي خارج منها خرطومين او 2 تيوب يعني. ماشي كده. قال لك خرطوم اهو رايح على حته الزئبق اللي هو الميركوري يعني، ده الزئبق، فيخرج منها خرطومين، خرطوم رايح على الزئبق وخرطوم رايح على البتاعه دي اللي هي اسمها البامب، او اسمها بيقول لك هاند اوبريتد بامب. ماشي كده. دي عباره عن ايه؟ بتاع اللي بيمسكها يعمل بيها اللي هو ايه، ينفخ بيها كده، فاهم؟ اسمها البامب. فانت عندك خارج من الكف دي اللي هي بتاع دي اسمها الكف، خارج منها خرطومين او 2 تيوب، واحده رايحه على الميركوري والتانيه رايحه لايه على البامب دي بس.
فالدكتور بيقوم جاي رابط لك الكف حوالين ايدك وبتاع ويقعد ينفخ فيها والكلام ده كله بقى ماشي كده. بس ده تعريف السفيجمو مانوميتر. يجي لك تعريف اعتقد صعبه، بس لو جالك تعريف يعني حاول تنقي كلام مفتاحي عرف بيه، اللي هو يعني ايه، اللي هو مثلا يعني جهاز بنقيس بالضغط، عباره عن كف خارج منها 2 تيوب، واحده رايحه للميركوري والتانيه رايحه لايه، للبامب زي الفل كده. وتاني حاجه الستيثوسكوب. طيب اقيس الضغط، قال لك بقيس بطريقتين. اول طريقه اسمها بالباتوري ميثود. يعني ايه بالباتوري ميثود؟ يعني لك انا احس بيها، مش فاهم. قال لك المتداول او المعروف ان تلاقي حد الضغط يقول لك ايه، انا اقيس الضغط، انا ما اعرفش انا اقيس الضغط انا اهو. يقول لك خش قيس يا عم الضغط، يخش كده يقيس زي اللهبل لا مؤاخذه يعني. يعمل ايه؟ يخش يركب السماعه ويقيس على طول. الله غلط، الكلام ده غير صحيح. بمعنى، قال لك هتعرف في اخر السكشن الكلام ده قصدي عليه دلوقتي. بس بص، اول طريقه عندك اسمها بالباتوري ميثود. دي بعمل ايه؟ قال لك بحس بيها الارتري. مش فاهم يعني. دلوقتي انا هعمل ايه؟ همسك الكف اربطها حوالين دراعه عادي جدا عند الكوع كده مثلا، او فوق الكوع يعني ايه ب 3 سم ماشي. حتى كان هتلاقي عندك كانك مكتوب فين الكلام، هتلاقيه بص فين اهي. بيقول لك ان احنا هنربط الكف دي فوق الكوع ب 3 سم، ونخلي الخراطيم او المواسير دي ناحيه جوه ناحيه ميديال. ليه؟ عشان البراكي الارتري بيكون ماشي على الكوع ناحيه ميديال، قصدي يعني على الارم. بص عندك كتفك اهو ماشي، وعندك الكوع هنا ودراعك اهو. البراكي الارتري ماشي ناحيه ميديال، فخلي الخراطيم ناحيه ميديال بس. دي الفكره. وبرده لو عايز تحس البراكي الارتري ده ممكن تحسه ازاي؟ عندك كده في جنب ايدك عضله البايسبس. حلو. بص حاول تلمس العظمه نفسها اللي هي الفيومر، اللي معلش الهيومرس، ربي اللي معلش الهيومرس ماشي كده. حاول تلمسها ما بين الاثنين بتوع البايسبس، فاهم يعني؟ مش بينهم. بص يعني ايه، اجيبها لك ازاي؟ آه... ايدك كده من جوه من ناحيه ميديال هتلاقي عندك البايسبس. حلو. من ورا في الترايسبس. لا بينهم بقى هتلمس العظمه نفسها، هتلاقي العظمه حاجه كده بتنبض. ده البراك الارتري. طب انت هنا حسيته ليه؟ قال لك عشان انت زنقته من العظمه والسكن فحسيته ماشي كده. طيب خلاصه الحوار ده كله هنعمل ايه يعني؟ قال لك بص انت بتعمل ايه الميثود دي والله يا سيدي. قال لك بتعمل ايه الميثود؟ اول حاجه بس احنا قلنا واحنا بنعمل بالبيشن للريديال ارتري كنا بنعمل ايه؟ لما انا عملت بالبيشن قلت لك ان انا حسيت السيستول بس، صح؟ طيب فالطريقه اللي انا هقيس بيها بالباتوري هحس بيها ايه؟ برضو هحس بيها سيستول بلاد بريشر بس، مش هحس بيها دايستول. فقال لك بسم الله كده اول حاجه احنا بنجيب بيها مين؟ السيستول اونلي. خلاص كده. طب بنعمل ايه؟ قال لك والله خلاص الكلام ده كله بنعمل ايه يعني؟ قال لك والله بتعمل ايه لما انت بتربط الكف دي وتنفخ فيها بالبتاع اللي هو البامب ده. لا تنفخ لحد امتى؟ لحد ما الضغط اللي فيها يختفي، يعني لحد ما ايه. بص عشان بس انا حاسس ان انا لخبطك معايا كده، فوق من كل الكلام ده كده هقول لك انا الكلام عشان تفهمه مني اكتر. بص يا سيدي، اول حاجه بعمل انا ايه؟ بمسك الكف اربطها حوالين يعني ايه فوق كوع المريض بايه بحوالي 2 سم 3 سم كده. ربطناها الحمد لله بالثلاث صوابع زي ما علمتك. هتحس الراديال ارتري. اتاكد اول حاجه ان انا حاسه كويس. طب حسيته كويس ابدا انفخ. نفخنا انفخ لحد انت انفخ لحد اما انا ما احسش نبض. خلاص نفخنا. ابدا بالبامب دي، ابدا افك الصمام بتاعها واحده واحده لحد امتى؟ لحد ما ابدا احس النبض. وعيني فين؟ عيني على المؤشر الزاويه بتاع الجهاز ده. عيني هنا. بص استنى كده، انا كده عيني هنا على المؤشر ده ماشي كده. في اللحظه اللي هبدا احس بيها النبض اشوف انا حسيته والزئبق على كام. كده انا قريت مين؟ قريت السيستول بس. شكرا. تاني عملت ايه؟ ربطت الكف. قال لك اربطها يعني كويس، اللي هو اسم حاجه اسمها فيرلي تايتلي، يعني ايه؟ لا جامد قوي ولا بالراحه قوي. اربطها بحيث ان هي العيان لو فرق ايده مش تقع من ايده ماشي كده. طب وبعدين ربطناها الحمد لله. فين ربطناها؟ ب 3 سم فوق الكيوبيتال فوسا. حلو. ربطناها خلينا الخرطين ناحيه جوه. حلو. قال لك بالبامب كده ضخ فيها لحد ما ايه تقفل على الارتري خالص. بس قبل ما اضخ انا حسيت بايد الارتري بالميدل 3 فينجرز اللي هو ريدال ارتري. حسيناه كويس يا عم اهو. خلاص ضخ يا عم الدم، قصدي يعني ضخ الهواء قصدي. ضخناه لحد امتى؟ لحد اما انا بايدي انا مش حاسس النبض اختفى. فكده انا عملت ايه؟ اوكلود الارتري، قفلت الارتري. حلو قوي كده. ابدا بالبامب بقى دي بالراحه كده افك الصمام بتاعها لحد امتى؟ لحد اما ابدا احس بالنبض بدا يرجع تاني. وعيني فين؟ قلت لك عيني على جهاز الضغط ماشي كده بس. فقال لك الرقم اللي انت هتلمح عنده الزئبق اخر حاجه بقى اهي. الرقم ده بيعبر عن ايه؟ عن السيستوليك بلاد بريشر. ده كده هو ملخص الكلام ده كله. انت لو فاهمه عبر باسلوبك وتمشي الحمد لله زي الفل الدنيا دي. فاهمني؟ بس ولو عايز تقرا الكلام فانا معاك اقرا معاك كلام سريعا كده. بيقول لك ان هو يعني البلاد بريشر لما جوه الكف بيزيد. حلو. بيزيد امتى؟ قال لك يعني بيزيد عن السيستوليك بلاد بريشر اللي هو اصلا ضغط دمه الطبيعي
ساعتها ايه اللي بيحصل؟ ساعتها البلاد فلو بيختفي والارتري ما عادش حاسس بيه، خلاص كده البلس بتاعه بيختفي. وبعدين قال لك بقى ايه الخطوات؟ اول حاجه اربطها كويس، وقلنا اربطها فين؟ طيب بعد كده لازم ان انت تحط مالناش دي، لازم تحط جهاز الضغط في مستوى قلب المريض. ماشي، الميركوري لازم يكون ايه؟ في نفس مستوى قلب المريض ده. وبعد كده ابدا احس الارتري، قلناها. بعد كده ابدا املاها بالهواء، انفليت البامب دي بالهواء. بعد كده ده انك حاطط صباعك على الارتري لحد ما تلاقي الضغط رجع تاني، وعينك على المؤشر الزئبق. الرقم اللي رجع عنده الضغط هو الرقم ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن السيستوليك بلاد بريشر. طيب نيجي بقى على الطريقه الثانيه، الاوسكالتاتوري ميثود، وهي الاكثر انتشارا، وهي يعني ايه؟ بتقيس السيستوليك مع الدايستوليك. ماشي كده. الطريقه دي بقى يا سيدي هنعمل فيها ايه؟ الطريقه دي بنقيس بيها السيستوليك والدايستوليك، وهي الطريقه الاكثر انتشارا، اللي هو بقى ايه؟ تربط الكف حوالين ايده وبالسماعه والكلام ده كله. ولكن خد بالك من حاجه بقى، ايه هي؟ البلباتوري ميثود واجبه 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 واجبه. مش فاهم يعني؟ انا مش هعرف علميا وصحيح بقى، انا مش هعرف اقيس اوسكالتاتوري من غير ما اقيس بالباتوري. اشمعنى؟ هقول لك. بص، اولا علشان كذا سبب. اول سبب المريض ما يشتمكش. بمعنى ان انت مثلا ممكن تمسك المريض كده، والحوار ده حصل معايا شخصيا، ان انا مثلا كنت بقيس يعني لحد ما قربنا الضغط، وايه، ضغطت بالكف على ايده جامد قوي، فقال لي اوعى اوعى كده، زعق فيا. ليه؟ عشان انا وجعت ايده. فانا كده عملت ايه؟ انا طلعت بالزئبق لحد اعلى من المنطق. يعني هو المفروض لك ايه؟ اطلع 30 درجه او 30 ملي يعني بص فرحت فين السنه، اجيبها لك كده عشان بس تكون معايا الخط. هي كانت فين؟ اهي. يعني المفروض بنطلع ايه؟ بنطلع اعلى من السيستوليك بلاد بريشر بتاعه حوالي 30 ملي زئبقي. ماشي كده. انا مثلا كنت مثلا 60 70 كده، فطبعا هو وجعته، فحاجه بيزعل فيا. فالطبيعي بعمل ايه؟ اول حاجه بقيس بالباتوري ميثود واحدد بيها اسيستوليك. كده عرفت هو ايه اسيستوليك بتاعه كام. ماشي كده. طيب فاقوم انا جاي مديله 30 فوقيه، بس كده. ده الفكره هنا. وبعد كده ابدا بقى ايه؟ اقوم جاي مدخل السماعه تحت الكف واسمع بيها وكل الكلام ده. ماشي يا سيدي كده. طيب هبدا اسمع، هيبدا النبض يجي معاك. بص انت لو جربت قبل كده تقيس ضغط هتعرف انا بقول ايه. لو ما جربتش هحاول اوصل لك التجربه كامله. بص يا سيدي، اول حاجه ببدا اسمع صوت خفيف خالص خالص، اللي هو حاجه بس عامله كده اهو. بص كده بالظبط، خفيفه خالص خالص. بس تبدا ايه؟ تعلى مع الوقت، توصل لحد ان هي تبقى عامله بص كده اهو، قش 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 قش. حرفيا النبض بيكون هيفجر ودانك كده. انت النبض اول حاجه كان النبض عامل ازاي؟ كان بص خفيف خالص. بعد كده بقى قوي جدا. بعد كده بقى الصوت ده يعمل ايه؟ يضعف 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 لحد ما يختفي خالص. ماشي كده. انا بقيس ايه؟ بقيس اول لحظه ظهر لي فيها النبض، ده كده السيستول. وافضل متابع معاه، متابع 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 لحد ما يجي في لحظه يقعد يقل 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 لحد ما يختفي. لحظه اختفائه ده كده ايه؟ الدايستول. ماشي كده. طيب ما تيجي نشوف الكلام ده احنا كده. سيبك بص يا سيدي، نقرا الكلام. قال لك اهو، قال لك احنا بالطريقه دي بنقيس ايه؟ بنقيس بيها سيستوليك ودايستوليك. حلو الكلام، حلو الكلام. وبعدين يا سيدي قال لك بص، البلاد فلو في البراكال ارتري لو هو اصلا ماشي في دم طبيعي بيكون سايلنت. مش فاهم يعني؟ انت لو جبت السماعه حطيتها على البراكال ارتري اللي في دراعك، هل تسمع نبض؟ الاجابه لا، ما تسمعش حاجه خالص. طب امتى اسمع فيه نبض؟ قال لك لما نزنقه يكون كونستريكتد، ساعتها صوت سريان الدم فيه يبقى ايه؟ عامل صوت كده. الصوت ده اسمه كروتوكوف ساوند. تاني كده، البراكال ارتري في الطبيعي وهو ماشي فيه دم طبيعي جدا ملوش صوت خالص، بيكون سايلنت. اول ما انا ازنقه، يعني ايه ازنقه؟ اللي هو ازاي؟ اقوم جايب مثلا الاسفجما موميتر دي اللي هي الكف دي، واروح جاي ضاغط بيه عليها. ضاغط يعني ضاغط بالكف على الارتري. كده انا عملت ايه؟ كده انا زنقت الارتري، فيبدا الدم وهو ماشي فيه يعمل صوت. ساعتها الدم وهو ماشي يخبط في جدار الارتري فيعمل صوت، او يبقى حاجه بقول لك بقى ان هو ايه؟ البلاد فلو بيكمز تريبلنت، يعمل اوديبل ساوند، كل الكلام ده. يعني ايه؟ يعني مجرد ما انا ازنق الارتري ده يبدا يطلع له صوت، يعني من الاخر يعني يطلع له صوت. الصوت ده اهم حاجه اسمه ايه؟ اسمه كروتوكوف ساوند. اسمه كروتوكوف ساوند. الصوت ده بقى ده اللي انا بسمعه يا سيدي بالسماعه. ماشي كده. طيب فقال لك ما تيجي نقيس. قال لك اول خطوتين تعرفهم اللي هم ايه؟ قال لك اول حاجه بقوم جاي رابط الكف عنده رابطه بالراحه وبتاع 3 سم فوق الكربته الفصه والخراطيم ناحيه ميديان. وبعدين احط جهاز الضغط في مستوى قلب الشخص. وبعدين قال لك بص بقى هنا بتعمل اول حاجه ايه؟ اول حاجه بتبلبيت البراكيال ارتري. حلو كده. عملت بالبيشن ليه؟ يعني بص، عايز انت وانت قاعد كده تبلبيت الراديال ارتري. بص اتني ايدك نص، يعني مش ايدك، اتني دراعك نص الثانيه، يعني اعمل مفصل الكوع فليكشن. حلو، فليكشن كده خفيف.
هتلاقي ظهر لك كده في الكيوبيتال الفصه منطقه الكوع تندون البايسبس ظاهر قوي ميديال ليه الارتري، يعني حاول تحسه ميديال ليه كده، فاهم؟ اللي هو الارتري اللي هو البلاك الارتري ده، بس غويط شويه ماشي كده، يتحس بقول لك بالبيت، بنحسه عادي زي الارتري في الجسم، بس ما نسمعوش. خد بالك من دي، انا بقول لك بحسه عادي جدا بس ما بسمعوش. اسمعه امتى؟ اسمعه لما اعمل له كونستريكت، ازنقه ماشي كده. طيب فقال لك اهو هنعمل بالبيشن البريكال ارتري، عملنا بالبيشن، هبدا احط البل بتاع السماعه مش الدايفرام، الحته اللي هي البل اللي فيها الصغيره دي، احطها على الايه، على الارتري ده. هسمع حاجه؟ الاجابه لا. ليه؟ يعني بقول لك بقى يا ابني اهو، انا مش هسمع الا لما يتزنق. خلاص ابدا اذنه يا عم. يلا الخطوه الرابعه، قال لك هنعمل ايه؟ انفليت الكف، املاها هواء. املاها قد ايه؟ قال لك املاها 30 ملم زئبقي فوق السيستوليك بلاد بريشر. ما انا مش عارفه، اقول لك ما انت غشيم، دخلت تقيس لي اوسكالتاتوري قبل ما تقيس البلباتوري، ما انت غشيم. اول حاجه اعملها هي ايه؟ اقيس العيان بالباتوري، ليه؟ اجيب منه سيستوليك، وبعد كده ابدا ارفع بقى بالزئبق بتاعي لحد 30 درجه او 30 يعني من زئبقي فوق ايه؟ فوق الستويك ده. فقال لك اهو انت بتعمل ايه؟ انفليت الكف لحد يعني اقل حاجه 30 متر زئبقي فوق السيستوليك بلاد بريشر اللي انت المفروض جبته بالبلباتوري ميثود، ماشي كده. طيب هل هسمع حاجه؟ الاجابه لا. ليه؟ قال لك يا راجل الارتري مقفول مش معدي فيه اصلا، ده مش هسمع حاجه. بس خلاص، يبقى انا دلوقتي الارتري البراكي ارتري وهو ماشي في دم عادي مش هسمع حاجه. لو اتزنق هسمع. طب اتزنق او يتقفل برضه ما اسمعش حاجه، ماشي كده. طيب خش على الخطوه الخامسه. هعمل ايه بقى؟ ابدا ان انا بالصمام اللي هو بتاع اسمه ايه، البامب اللي في ايدي، ابدا ايه؟ افك الصمام واحده واحده، اقلل البريشر، الور البريشر واحده في الكف، لحد اما ايه؟ لحد اما يبدا كده سرسوب دم يبدا يعدي جوه الارتري. هوب، سرسوب دم معدي في ارتري اللي هو البراكيال ارتري ومزنوق، الارتري مزنوق ومعدي فيه دم صغير. الا لا لا لا، كورتيكوف ساوند زي الفل اهو. هبدا ساعتها اسمع صوت القلب، وزي ما قلت لك بيبدا هادي ثم يعلى لحد ما يبقى حرفيا ضرب في ودانك، بعد كده يقل حاجه يختفي خالص. فقال لك اهو اوصف لي كورتيكوف ساوند، وصفه في 5 نقط اهم مهمين جدا 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 دول. قال لك اول حاجه يبقى حاجه اللي هي ايه؟ كلير تيبنج ساوند، صوت كده ضرب خفيف خالص. ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا سيستول ظهرت اهو، فاهم؟ فكان انت بقول لك انا مطرش انا مطرقع اهو، انا سيستول ظهرت الحمد لله. صوت كده ايه؟ كلير تيبنج، اللي هو يعني ايه؟ خبط خفيف خالص. حلو. بعد كده نبدا الضغط بقى، خلاص انت بتفك الكف واحده واحده فيبدا صوت الضرب يعلى. فقال لك الساوند بيكمز ايه؟ ميرمرش. يعني ايه؟ بيقول لك تشينج انتو كونتينوس مارمر، اللي هو يعني ايه؟ بص اول ما ظهر كان عامل كده اهو مثلا، بس خفيف خالص ماشي كده، بص كده مثلا، بعد كده هدي، بعد كده ايه؟ هدي، بعد كده كده بعد كده بقى عادي بقى اللي هو كده اهو، نبض عادي. استنى بس سايبها كده على الكرسي عشان تسمعني على الكرسي. بص يا سيدي، بص بص النبض اول ما ظهر كان عامل ازاي؟ عمل بص كده كده بالظبط، بالراحه خالص اهو، بص كده، بعد كده شويه بعد كده عمل كده تاني، بعد كده بص نبض عادي بقى، ويبدا يعلى لحد ما يعمل كده اهو، نبض عالي، فاهم؟ فقال لك العالي ده، قال لك اهو الكلير تيبنج ده يظهر تاني، بس بيبقى ايه بقى؟ جراديوالي انكريز التنس بتاعته اهو. بص الانتنس بتاعته، الانتنست يعني جراديوال انكريز، اللي هو ايه؟ صوت ضرب بيعلى قوي لحد ما نوصل للحظه ان هو suddenly muffled، اللي هو يعني ايه؟ تحس كده ان الصوت بيروح منك واحده واحده او بيقل واحده. الصوت ده يبدا يقل لحد ما يختفي. وانس ان هو اختفى يقول لك ايه ده يا باشا؟ يقول لك ان هو ده قرايه الداستول. هو كاتب لك ان هو يعني اما يقل ده الداستول. اجابه غلط، يعني المفروض ان هو الداستول ده بعرفه امتى بقرا الضغط لواحد؟ لما لاحظ ان الضغط اختفى، ماشي كده. بس ده بالنسبه لاصوات الضغط. يبقى اول صوت الكلير تيبنج اللي هو ايه؟ خفيف خالص، ده يدل على مين؟ يدل على اسيستوليك. تاني صوت الساوند يصبح ايه؟ يصبح مرمش. بعد كده يبقى ايه؟ يبقى اللي هو ايه؟ كونتينوس مرمر او يعني كونتينوس مرمر يعني، ماشي كده. هو اسمها ايه؟ اسمها مرمرش. تالت حاجه التيبنج اللي في الاول دي تظهر تاني، بس ايه؟ بقوه اكبر، اللي هو اسمها ايه؟ انكريز الانتنستي بتاعته، الانتنستي اللي هي القوه، ماشي. طيب رابع حاجه الساوند يضعف. مش بص، انت لو مش فاكر اكتب الكلام، اكتب الكلام اللي انت فاهمه، اللي هو ايه؟ الساوند بيزيد، بعد كده يبقى كونتينوس، بعد كده قصدي اول حاجه معلش، اول حاجه الساوند بيظهر ضعيف، بعد كده يبقى كونتينوس، بعد كده الساوند يقوى، بعد كده يبدا يقل، بعد كده يختفي. يقل يبقى اسمه ايه؟ اسمها مافلد، اللي هو ديكريزد، ماشي كده. وده يشير لايه؟ يشير للداستول، بس علميا الكلام ده مش صح. الداستول بنجيبه ازاي؟ لما النبض يختفي. طيب اخر حاجه نبض ايه؟ نبض يختفي. طيب بقول لك بعد كده بقى ايه؟ اخر حاجه خالص ان الاوسكالتاتوري ميثود هي اكثر يعني صحه
من الايه، او اكثر يعني استخداما او اكثر دقه من البالباتوري. اشمعنى؟ علشان بجيب بالبالباتوري قياس واحد بس، اللي هو ايه؟ اللي هو سيستوليك. اما اوسكالتاتوري لا، بجيب بيها اتنين، بجيب بيها سيستوليك ودايستوليك. ولكن دايما الحلو ما بيكملش. يعني ايه؟ في عندك مشكله اسمها الاوسكالتاتوري جاب. ايه اوسكالتاتوري جاب دي؟ قال لك يعني مثلا لو جالك شخص مريض ضغطه عالي، كام؟ قال لك ضغطه ضغطه حرفيا 250 على 120. فاهم؟ 250 على 120 الراجل ده بيموت. تاني 250 على 120، انت مش عارف يعني. الراجل كده قاعد لك وبان ان هو كده ضغطه عالي، فانت رحت جاي مديله 200 مثلا، لقيت نفسك مش سامع نبض، قعدت تنزل لحد ما كام؟ 160. قلت له يا حاج انت بتستهبل يا حاج، انت 160 زي الفل يا حاج اهو، خد الحبايه دي زي الفل ان شاء الله. بس الراجل ضغطه عالي قوي، بان ضغطه عالي فعلا. يعني هو ضغط الراجل ايه؟ مش طبيعي. الراجل قاعد قدامك عامل اللي هو ايه، وشه محمر ودانه حمراء قوي، فاهم؟ فده الراجل ايه؟ مش طبيعي خالص. بس انا قست له الضغط، اديت له 200 مفيش نبض، قعدت انزل معاه لحد 160 نبض ظهر، فضغطه 160 على 100. فانا برضو مش مترجم ازاي الضغط عامل كده، مش مترجم. ايه اللي حصل بقى؟ لو انت طلعت مع الراجل ده عند 250 تسمع نبض، رغم ان انت ما كنتش سامع نبض عند 200، صح؟ 250 تسمع عندها نبض. ايه اللي حصل هنا؟ هي حاجه اسمها اوسكالتاتوري جاب، فجوه من اول مثلا 250 لحد 160 الجهاز ما قراهاش، ما حسيتش بحاجه خالص، بس ضغطه كان فيها عالي. لما انا طلعت بقى عند 270 لقيت النبض اختفى، عند 250 النبض ظهر تاني، عند 240 اختفى، ظهر لي امتى؟ عند 160. فاقول لك ان 200 من 240 ل 160 دي حاجه اسمها اوسكالتاتوري جاب. دي بتظهر لي امتى؟ لما اقيس اوسكالتاتوري بس. طب اتجنبها ازاي؟ عندك يا سيدي، اتجنبها بالبالباتوري ميثود. عشان كده بقول لك اي دكتور يخش يقيس ضغط من غير ما يعمل بالباتوري ميثود غشيم. اول حاجه اعمل بالباتوري ميثود. ليه؟ احدد السيستول بتاعي فين، وبناء عليه ارفع بالزئبق 30 درجه فوقيه، بس كده. فقلت لك في حاجه اسمها اوسكالتاتوري جاب. ايه هي؟ عباره عن ايه؟ قال لك disappearance of الكروتوكوف ساوند، بس كده، above الدايستوليك بريشر and then reappear at lower pressure. يعني ايه؟ بقول لك ان الصوت بيختفي. المفروض ان هو اصلا يعني ايه الصوت ده؟ بص هقول لك حاجه. المفروض اول ما اسمع النبض كان عند كام؟ 250، ده كده السيستول، صح؟ طيب من بعد ما سمعت النبض اللي هو مثلا عند 240 كده، ده كده ايه؟ انا كده نسبيا داخل على الدايستول. فاقول لك ان انا فوق الدايستول اهو. قال لك above الدايستول اللي بيحصل الكروتوكوف ساوند ده بيختفي، ديسابير. وبعدين قال لك بيرجع يظهر تاني عن ضغط قليل. ماشي؟ الحاله دي ما بتحصلش امتى؟ الا مثلا في مريض ضغطه عالي قوي، فاهم كده؟ طيب يبقى فهمنا احنا ايه؟ فهمنا دلوقتي، فهمنا معنى اوسكالاتوري جاب، فهمنا ان طريقه اوسكالتيشن هي حلوه، بتجيب لي سيستوليك ودايستوليك واللي احنا شغالين بيها حاليا وكل حاجه، بس لازم معاها اعمل بالباتوري ميثود. يقول لك ليه؟ اشرح. تقول له عشان حاجه اسمها تو افويد اوسكالتاتوري جاب. ايه هي؟ قال لك اختفاء الكروتوكوف ساوند. امتى؟ قال لك انا عايز اخبي، يلا هنقول معايا اختفاء ايه؟ الكروتوكوف ساوند. امتى؟ فوق الدايستوليك، بس كده بس. ويظهر تاني في لو بريشر، في ضغط قليل، بس كده يا سيدي. اعتقد انت كده فهمت الضغط ايه دنيته ونقيسه ازاي ونسمعه ازاي كل الكلام ده. ماشي كده؟ بس يا جماعه ده كده كان اول سيكشن يعني. وانا اسف طبعا ان انا بتكلم بالراحه ومش قادر اشرح نسبيا وبلخبط كتير، بس انا فعليا مش قادر اتكلم والله خالص، تعبان جدا، فادعوني معاكم يعني. وبس كده، شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.